العنبوليد بغيناك تعطينا المعطيات ديال الاخ حماد الجزار وتعطينا واحد النبذه عليه، واخا متعطل الكونيكسيون عادي. حماد زار واحد من ابناء قديمي مبارره، اها الله يرحمه ويوسع لي ويسكنه فسيح جناته. اها رجل طيب رياضي، كان يمتهن الجساره، اها الناس اللي بحافظ دائما على كرامته وعلى نقائه وعلى ابتسامه دائمه. اها راجل ما تشوفه ما هو يبتسم ولا تجي على شي مسكين ما الاغراض يبغي عاد قد المستطاع بقدر ما اقدر الله. اها وفعلا كانت موته ما هو كبير حتى مازال موته كانت مفاجئه، كانت فعلا يعني الأعمار بيد الله، ولكن ناتجة عن تفريط، ناتجة عن ضعف البنية التطبيبية في واد نون. إنما قلت انعدم لسبب بسيط، أنه الراجل مستشفى جهوي تابع له 4 عمليات ما فيه طبيب تخدير وطبيب انعاش، وبالتالي كانت قالوا الله أعلم العملية عن طريق لا فيديو كونفرنس، عن طريق الفيديو، انه يتحكم فيها طبيب من خارج. لا باش العنبوليد باش نكونوا منصفين، سمعنا على انه العمليه كانت عبر هاتف الواتساب، يعني العمليه داروها فيديو كونفرنس، عن طريق الفيديو كونفرنس، ولكن انا لا اتصور عمليه ما فيها طبيب انعاش ولا طبيب تخدير. لا يخدر هذا الراجل اللي قدوا يدخلوا قدوا يشبوا، والله قدوا عدلوا. ما فهمنا هذا، فهم شي امور ما هو واضح انه ما يمكن. داكور هذا من العمليات كتكون بالفيديو كونفرنس، كيكون طبيب في امريكا ويتحكم في عمليه في الماء، ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في الماء، ولكن كيكون المريض مخدر عن طريق طبيب تخدير واللي وجدوا قبل ما يدخل العمليه. ما يدخل المريض غرفه العمليات حتى يوافق طبيب التخدير، كيسولو عاد عنده عليه تقرير، عطيه تقرير كان فيه دموي، كان فيه السكري، كان فيه حساسيه، كان فيه امراض، يسولوا مجموعه من الاسئله، وربما قاعد طلب منه بعض المرات التحليل الدم. بهذا انا ما فهمت كما هما اللي يبداو يشكوا بدون طبيب تخدير. ما يمكن، واي طبيب جراح ما يبدا اذا ما كان موافق يكتب طبيب تخدير. لا اخ بوليد، حنا كنعرفوا على انه وين يكون عندنا شي عمليه ولا يكون عندنا شي مريض، على ان كنتقلوا به الى مدينه اكادير. كيفاش هذا السيد من مدينه قليميم لطنطان، من طنطان لقليميم، وقالوا انتقل الى عفو الله؟ شنو واقع؟ وهو استنجد غرق بغريق. فغرق الاثنان. هو اللي وعد في السبيطار القليلي في طنطا. المهم ربما لنا كان البحث عن طبيب تخدير، هذا علاش تمشاو لطنطا. لأنه أكادير ما كان متحمل، مكثروا عليه وقيله، وحتى أكادير مستشفى الحسن الثاني ولا مقبرة أكثر ولا كاع خطر. فقط كاع قاسوا حد مستشفى الحسن الثاني في أكادير من أمراض منه ميت. علاش الاخ احمد بوليد، علاه حنا عندنا هذا المشكل في قليميم؟ هذا صاحب التخدير علاه ما بغيوش يجيو قليميم؟ علاش؟ شنو السبب؟ وربما انك قلت لي قبيل في الخاص عند العصر على انه رئيسة الجهه دارت شي مبادره، بغيناك تفهم للمستمعين ديالنا. اللي ما جاب الاطباء التخدير، هذاك التخدير والانعاش في قليميم، لانه ما فيه قوه المستشفيات الخاصه، الكلينيك، العيادات الخاصه. لانه مال فين يدير عمليه والله 2 ولا 3 في الاسبوع في المستشفى، ويخرج الكلينيكات ويدير فيهم عمليات، ويجبروا ياسر الفضل. قليميم ما عنده وين يمشي، ما عنده لا المستشفى الجهوي. لهذا هما يقدموا هذاك الخلاص اللي تعطيهم 10,000 درهم ولا 12,000 درهم تعطيهم الدوله، ما هي قادتهم. ومدير المستشفى الجهوي السابق هذه مشى للرباط وطار ومزق ولا شبر طريقه يجي مع طمام تاعنا كامله، ما بغى يجي معايا طبيب تخدير. وفي الجوله الاخيره، في الدوره الاخيره للجهه،
سمعت والله قريت كاع عن رئيس الجهه اتفقت مع دكتور التخدير، طبيب التخدير وطبيب الانعاش على موجب كليميم، اذا انا غتزيد تصرف لهم راتب يمكن زياده على الراتب اللي تعطيهم الدوله. يعني هي بغات تخصص رئيسة الجهة واحد المبلغ تضيفوا لهاد الناس اللي غادي يجوا للكلينيك على حساب التخدير. يعني دابا حنا الا كنا كنتكلموا حنا في دولة الحق والقانون ودولة الديمقراطية ودولة المؤسسات ودولة كذا ودولة كذا، هاد رئيسة الجهة اللي هاد الفلوس كتعطيه راه من مال الشعب صح؟ ولكن اللهم تعطي الفلوس والله يموت الشعب. لا كيفاش؟ واش حنا قلنا عندنا في دولة الحق والقانون وخصو يجي يدير خدمته. وين هي دولة الحق والقانون؟ كنسمعوها لنا في الدستور على ان دولة الحق والقانون. شوف هذا حق يراد باطل يراد به حق. حق يراد به باطل ولا؟ باطل يراد به حق يراد به باطل، ما كاين لا دولة حق لا دولة قانون، لا لو كان دولة حق والقانون لا تعود الامور نفسها. لا لانه العم بوليد انت ما دمت انك مواطن مغربي ومهاجر مقيم في فرنسا، ولا بغينا نتكلموا على فرنسا راه خصنا ياسر باش نتكلموا عليها، ولكن كنشوفوا المرحوم بوليد رشيد على ما اظن اللي اعطى الكثير لكرة القدم في جهة كليميم وادن وبخصوص الحفرة، ويتعرض لهذه الحالة ويمشي ينتقل ويموت ما جبرنا صاحب التخدير، وخاصة مولي هذا الجزار مشوا دوه طنطن. كيفاش شنو دابا حنا بغينا نعرفوا والمواطن الوادنوني بشكل عام، لانه هذا مشكلنا حنا الوادنون، لانه كل يغني على ليله، يعني شكون منين ما كمل الخلل شكون كيتحمل المسؤوليه؟ انا اظن اللي بغيت نقول لك هو انه اي طبيب جا التعيين في منطقه وما بغى يقيسها خاصو يمنع عليه هذاك مهنه التطبيب نهائيا، لان خاص تكون الصراحه ما فيهاش، لان هذه راه حياه الافراد، هذه راه ماهيش جوقه، هذه حياه الناس، راهي اعمار الناس فيها التلاعب. لهذا ذاك النهار اللي مشى المدير كان الوزير يعين طبيبين التحقوا ما التحقوا يمتحوا كاع من بالعلاقه مع نقابه الاطباء، يمتحوا كاع من ممارسه المهنه. صح. لو كان هذا النوع من العقوبه ما يقول الواحد شيء ما جايش، ولكن بما انه مطلوسين على امره واموره مطلوس عليها ما قاعد في الصحه في كل شيء، للاسف هذا هو اللي غير الاخ بوليد رغم انه هذا الشيء كاع جا شي غير تفارخ ولا جا غير هكاك، كاين واحد الصحفي معروف الاخ بارك ورقه قال لك سبيطار كليميم عباره عن مقبره للفقراء. ما هو كاع حتى الغني الا جا ما يشبعش. هو كاع هو مقبره لكل شيء. كيفاش بحالاش؟ اي حد هو مدير في السبيطار ماشي البينيسيلين ولا الدكات، لا مدير في السبيطار اللي في لي زيرجونس وفي الطوارئ هو الاغاثه بالعمليات. والعمليات كتكون واذا ما كاين عمليات اذا السبيطار شي فايت، الا عاد لا يعطيك توكل فانيد والله يدق لك دقه هذا راه الهلال الاحمر قاعد يدقوا. اذا ما فهم قول ما فهم مستشفى. اش غنسموه؟ راهو من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صح. برافو عليك، راك صححتها لي، درت غلط قبيل في واحد الجروب، برافو عليك. لا لانه انا الوالده عندي الله يرحمها توفت في زمن كورونا، هذا الطبيب المسؤول على كورونا الشيء اسمه راهو ابلى بلاء حسن، وراهي من المستشفيات قليله في المغرب اللي بلات بلاء حسن كورونا رغم ضعف الامكانيات. الاخ بوليد غنعطي واحد المعلومه حصريا وغنعطيها للاخوان المستمعين، على انه تقريبا 1992 وقعت واحد الاخ من المهاجرين الوادنونيين كان تعرض لواحد الحادثه سير وتهرس. ودابا باش نعطي واحد المعلومات وخاصه للدكاتره اللي كانوا في مستشفى بزكرن،
هاد السيد سيدي تهرس في شارع موريتان، ربما انه شارع موريتان يقولوا له، شوارع مولاي عبد الله الاخوان كيعرفوا بشارع موريتان، حنا كنقولوا شارع مولاي عبد الله، من عند استوديو الفضيله. هاد الاخ ولد وادنون كان وقع له شي حاجه وتهرس، والمهم انتقل من قليميم الى هولندا، وبخصوص مدينه ويرت، وربما يكون تبعنا على المباشر. هاد السيد داروا له واحد العمليه على الساق ديالو، وداروا له داك الحديد، وفرضت عليه الظروف على انه هذاك الحديد غادي يحيدوا في واحد المستشفى بويرت جنوب هولندا. هذاك الدكتور اللي غادي يحيد له داك الحديد طلب قال له ودي واش ممكن نقبضوا هذا الحديد نديروه في المتحف ديال السبيطار؟ قال له من حقك. قال له واش هاد الدكتور اللي دار لك هذه العمليه فين كاين؟ قال له في المغرب. قال له شنو بلاصه في المغرب؟ قال له في الجنوب. قال له واش زعما كاع هاد الدكاتره ديال المغرب عندهم هاد عندهم هاد الحنكه وعندهم هاد التجربه قال له يا سيدي. قال له سميت السبيطار. قال له سميت السبيطار مستشفى بيزاكارن. تصور السي بوليد على انه هذا السيد، انا عاودها لي هذا المعني بالامر، ولكن هو كيديروا واحد النهار واحد اليوم مفتوح ان شاء الله ونقد نمشي نصور هذا. تصور على اننا في 92 هولنديين كيعترفوا بالدكاتره ديالنا. الان حنايا واحد يبغي يدير له التخدير يمشي على الكاميرا، شنو واقع في هذه الجهه ديال قليميم وشنو واقع في قليميم، وكنقولوا بوابه الصحراء رغم اننا حنا نعرفوا الباب نحطوا قدامه ولا نعاين. شنو واقع في هذه الجهه؟ شوف، مستشفى قليميم كاين خصاص في العنصر البشري، خصوصا في الكور ميديكال في الأطباء، وحتى المساعدين للاسف، الممرضين والممرضات الا من رحم ربك راهم دايرين فهم واحد لوبي خطير. ولا اللي بغى الى جاء اي طبيب والله مسؤول الا ما بغى يساغ رغباتهم ونزواتهم راهم يعدلوا لي طبنا. لهذا شحال من طبيب جا وبغى يخدم، ولكن ما جبر الجو الملائم فاش يشتغل ورجع. شنو هي الاسباب اللي خلاتها الطبيب ما يلقى هذه الاجواء الملائمه؟ شنو هي الاسباب؟ ولا من تما كيكون معك المساعدين ديالك يديروا لك لي فوطمان، الناس اللي خاصهم يعاونوك يسدوا لك ويجيبوا لك المريض يحاربوك كيديروا العصافه الرويده كيف قال بن كيران. الله يجازيك، من كيكون الاستاف المعك كامل يدير لك العصافه الرويده كلهم ما يمكنش يحكموا يمثل، لان هناك شوف ما يدرك حد، ما يدربوا اسماء الغربان في المستشفيات في المغرب كامله تمارس فيها الامور، تعطى فيها شواهد طبيه بدون حق، وامور وشي يداوى وشي ما يداوى، والمريض يزي خاصو يمشي يشري الخيط ويمشي يشري الى من البيطادين يشريها وتنطرح والعقب ترجع لهذاك اللي باعها. المهم ياسر من الامور ما هي سليمه. اللي بغى يدخل في هذا الشيء هون يعمل ما هي طبيب، والله الممرض بغى يمشي بهذه الطريقه، يقول اي واحد بغى يثبت النزاهه والله هذه يعدلوا له قصور البناني اللي يصلكم. ولكن شكون يتحمل المسؤوليه؟ ما تقولش يتحمل المسؤوليه، ما تحملش انت ولا ما تعمل ما تكونترولي ما تصيفط هذا مفتشين مباغتين كلها خليته يعدل اللي وتحاملها لان حتى واحد دخل الشوال تحاملها اللي لا احنا شوف سي بوليد، احنا ديما عندنا هذاك المثل حتى وحده دخلنا الشواري خوك صاحبي وصاني عليك، وحنا خصنا ربط المحاسبه بالمسؤوليه، خصنا نكون واقعيين سي بوليد. اذا هذه مسؤوليه اللي مسؤول عن القطاع، يراقب ويفتش وصفات بلا ما يقول لهم راهي جاي تفتيش يوم الاربعاء يوم كذا وكذا، لا، يصبح المفتشين كمرضى عاديين ويجوا يديروا الصف مع المرضى ويشوفوا هم اللي عاد والعقاب قدر قد الخطا. الى حتى راهو بس تفتش شهر عالمين بها يشوفوا السبيطار ويصفوه ويقادوه، والطب الفلاني اللي ما كتجاوزوا والمولدات اللي ما كتجاوزوا القابلات والتوفيق ويمشي من اللي نرجعوا يعاود سيكريتي دابا ما سيكريتي ولا واحد يخدم ولا واحد خلع ولا ما تشوف سيكريتي، لكن غير
سي على سي الجانب الامني فاس. سي بوليد، كاين معنا واحد الاخ محمد علي قال لك كل ما يقع في قلميم سببه ابناؤنا والمسؤول الاول هم المواطنين. يعني محمد علي كيقصد على اننا حنا كنصوتوا لان محمد علي خطير جدا، كيلوح لك الكره وانت مركب بيلانتي ولا دبر راسك. لا حل. اه الطبيب ما هو منتخب، اها الفاميلي ما هو منتخب، المنتخب ما عنده سلطه على السبيطار. اها السبيطار شوف دائما ما يمكن خلط الاشياء. المواطن متضرر، علاش تحمل المسؤوليه مسكين؟ انا المواطن هو اللي ينتخب هذاك الطبيب، والله هو اللي ينتخب المندوب. علاش شكون يتحكم في السبيطار؟ راه كيتحكم فيه الميدسان شاف، ويتحكم فيه مدير الطب، ويتحكم فيه المندوب الاقليمي والمندوب الجهوي، ويتحكم فيه الوزير. يعني وزارة الصحة، وزارة الصحة هي اللي عليها اللوم. ولكن بلاتي السي بوليد، انا كنعرفك راك مراوغ كبير. اسمع السي بوليد، نفترض جدلا هاد الاطباء اللي في السبيطار ديال قليبي ما بغاو يخدموا، واش من الممكن على انه والي الجهه ورئيسه الجهه ورئيس المجلس الاقليمي ورئيس المجلس البلديه، لانه راهم هما اللي كيمثلوا الساكنه، الوالي كيمثل صاحب الجلاله، هاد الاعضاء كيمثلوا الساكنه، واش انت واحد يجيك مريض وتقول لي على اني انا ما عندي اللي يدير البنج؟ واش كيديروا هاد الناس؟ تعرف جهات هذوك شنو؟ وي الجهات اللي قد يعدل الوالي براسو يكتب الوزير يجلدو، أه. ما يقد يوقف الطبيب عن العمل، ما يقد له تابع ولكن يكتب الوزير. أه. لانه الوزير هو اللي قد يعين وهو اللي قد يخرج. أه. يكتب هذاك المسؤول الجهوي ويكتب الوزير، ويقدر يكتب كاع حتى الوزير الاول، ولكن يبقى القرار الاول والاخير في الوزاره، لانه هذا راه بنيوي. هذا لو كانت غير حاله خاصه واحده تقولها، هذا راه كامل الاستاف الخامل، وراه مقلبي ما يفيق الاكسبسيون، راه مقلبي بحاله خاصه. راه طنطا راه العيون حسن بن مهدي، وفين الاعتمادات تجي العيون 70 في مره اكثر من قليمين. ما الاعتمادات تجي العيون قليمين ما يجي 10% وشوف حسن بن مهدي راه مقبره تماما، بخلص ما تدخلوا. لان هذه راه منظومه عامه في المغرب كامل يشكل من الصحه اللي كاين. هما واحد المجالين اثنين اساسيين، هما الصحه والتعليم. والصحه والتعليم للاسف كاين سياسه ممنهجه والله خفيه. لا احنا كنتكلموا، شوف احنا كنتكلموا دابا غير على وزاره الصحه، وكنتكلموا على هذا الشيء اللي وقع. لا لان العلاقه جديده بين هذولتين هما المدارسين بغاو يخصوا بغاو الخصاصه. لوبي كبير، راهم المدارس العموميه طيحوا مستواها باش تكري ولادها تسمع، وحضرتك الصحه العموميه راهم كيحاربوا باش تمشي الناس الكلينيكات. راهم راه داروا الضمان الاجتماعي وتخبيقوا هذه الضمان الاجتماعي. اذا عندك العمليه وخرجنا ب 4 الملايين خاصك تخلص تخلص وتحالي الدوله ترد لك 80% 70%. كان شكل وين هي ما عنده كاع 100,000. كم من مغربي عنده 4 ملايين قاعد يخلص؟ والله مغربي يا الله. لهذا القضيه شو خاصة سياسة ممنهجة هذه، وخاص منع الأطباء ديال القطاع العمومي يمشوا القطاع الخاص، خاص المنع تماما. اللي يحصل يودي، اللي يحصل يفصل. ولكن دابا شوف المنتخبون ما تشوف عليهم، إلا بغات الصحة مثلا عقار ديال تبني فيهم عطاتو لهم، ولا بغا دير توسيع على المستشفيات وما عاون فيهم، والله الا خاصوها اجهزه كيف سكانيرات وهذه. فرض على رئيسه الجهه وعلى الاقليمي اللي ودوا لهم الميزانيه وشتو سكانيرات وشتو هيريمات ولكن البيرسونيل كبيرسونيل مسؤول عنه الجهه اللي يسمى. ولكن السي بوليد والاخ بوليد والصديق بوليد، ملي كتكون الانتخابات كنشوفوا البرنامج الانتخابي ديال اي حزب، خاصة هذا الحزب دابا اللي شاد الحكومة كيقول لك انتم عندكم احسان ولا بحال هكا. ولكن ملي انا كنتكلم دابا، انا اللي كيهمني الان هو اني غنتحدث على حماد وغنتحدث على بوليد، لان موضوع ان شاء الله غنطوروا الامور.
ولكن انت ملي كتقول لي في البرنامج الانتخابي ديالك يعني نوفر لك السكن، نوفر لك الصحه، نوفر لك التعليم، وانت ما وفرت لي والو. وانت عندي بولي دار قصيده مشى مات في الطريق، عندي حيمه الجزار دارت له العمليه في قليمم ومشى لطنطان. اشنو وفرت لي انت يا هاد الناخب ديال جهه قليمم وادون وانت دايرها لي في البرنامج؟ شوف، انا رايي ما كاين احزاب في المغرب ولا كاين برامج. امم اراه الخريطه ديال الناس اللي هي تنجح معروفه من درك الى 2026. امم راه الناس ما كترتاح بها انتخبوا الناس. راه الوزير الاول ما يعين انه انتخبوا الناس وعطاو اغلبيه. راه الانتخابات مزوره وكل شيء مزور وكل شيء معروف سبقا وكل شيء مخوض فيه. اذا برامجهم كذب وانتخاباتهم كذب وذا كامل ما يعول الانسان ولا فضل ولا باش عايش هذيك الدنيا. ولا تقول لي كاين شي حزب لا والله عنده برنامج والله قد يقوم برنامج. لان ياسر ماشي ما بدو يقولوا اسكو كاع الحكومه في يديها شي ولا غير محكومه. هذا السؤال يطرح. يعني هذا اللي نقول لك. المهم هذا الموضوع ان شاء الله وغادي نتصلوا بك ان شاء الله وانتم بعض الاخوان وغاديروا مباشر ان شاء الله. ولكن غير سي بوليد هذه راه غير تجربه وجات هكا وتكلم. سي بوليد كل يغني على ليلى وكل شيء كيتكلم على هذا الشيء اللي وقع في فرنسا. وما دمت انك مقيم في فرنسا بغيناك تحدث لينا على الفنان هذاك. صافي راه القضاء غادي يشد المجرى ديالو، راه استانف كذا شغل هذاك. ولكن بغيناك تكلموا على حكيم جيه، على عفوا على اشرف حكيمي. كنسمعوا وحدين كيقول لك خبر عاجل، خبر كذا. اعطينا اشنو كيحاك، اشنو كيقولوا الجرائد الفرنسيه على هذا الموضوع، ولا على هذه التهمه، ولا على هذا الشيء اللي واقع لاشرف حكيمي. وحنا ديما كنعرفوا المتهم بريء حتى تثبت ادانته. بغيناك تعطينا معلومات اش كيقولوا الجرائد الفرنسيه، لان كنشوفوا في المجموعه ديال صوت قليمي وادون كل يغني على ليلى، وحدين كيقول لك لا راه براءه، وحدين اعطينا المعلومات واعطينا شنو كيقولوا الجرائد الفرنسيه، اشنو يقولوا التلفزيون الفرنسيه على هذه التهمه اللي متهم بها اشرف حكيمي. انا ما كنأيد اشرف حكيمي، ما كنمشي معاه. انا كنشوف القضاء اش غادي يقول. نكون بصراحه كيقول لك المتهم بريء حتى تثبت ادانته. القضاء الفرنسي انا كنعرفه قضاء نزيه، ولكن انت كمواطن مغربي مقيم في فرنسا اعطينا الاجواء، اعطينا اش كيقولوا الجرائد، اعطينا اش كيقولوا القنوات التلفزيونيه الفرنسيه. شوف، بالنسبه للعداله الفرنسيه ما هو انا نقول العداله الفرنسيه الامور واضحه. وهالشي باش تنجحوا وهالشي باش تفهموا وهالشي باش عند الناس تتهاجر عندهم منهم. العداله عندهم شفت مالو في الحكومه ماكرون هذه التاليه كان فيها واحد الوزير الشؤون العامه شكاوهم من جوج علايات على انه ما اغتصبوا هما غير شي يقولوا غير تحرش وطيروه من الحكومه وهو يحاكم غير تحرش. وزير الشؤون الاجتماعيه كان واسمه. ان القضيه ديال العداله بما يخص هذا الشعب الاسباني المغربي ولا بعد كاع راهو هو هون فرنسا اون كاسبانيول كاسبانيول لانه كيلعب باريس سان جيرمان كاوروبي اسبانيول. ثانيا بوليسمون وجاو ولفقوا التهمه الهضرواج. جات مرة واش كاتبين قلت تعود عندها صح وتقول تعود كاذبه. واللي بغى يدخلها في العلاقه الفرنسيه المغربيه داك الشيء غير الخلق. لان لو كانت العلاقه تزيشي ما وقدام شراك شي يعني راهم سلكوا المحاكمه لا قبضوا الزهيره وعاقبوا ساركوزي اللي عنده كان وزير وعنده حزبتين وعنده وانصار نتاع وعنده لوبي كبير في فرنسا ولا فكوا من الحكم. لهذا جزاء الله يجازي الاخوان اللي يتموا قالت هذا راه ما هو ذاك العدد ديال التليفون وبوك صاحبي وهذه ويقبضوا السيد نهار ولا فكوا التهمه وفي نهارين تحكم عليه ب 12 ولا ب 50 ولا 14 عام. الاخر من 2016 هما يبداو يجيبوا لي نتاكدوا انه هو لحقوا لدرجه انه واحد اعترف قال لهم فعلا كنت مخدر وهون وضربته وهذه وانت لا كنت مخدر وضربت ثلاثه باش تعرف تعدل. لهذا القضيه هذه الى ما عدل شيء تاكد انه لا يمرق. المحاميه ما بغات تتكلم قالت لنا خايفه من التاثر على مسار باش اللي يقولوا كامله غير الكذب. ياك سمعت محمد قوي
قالت ما عليه يتكلم لان الامور مازالت في القضاء، والقضاء هو اللي قد يقول الكلمه. يعني قالت هذيك المحاميه على انها 18 شهر يلا غادي يحدوا شنو واقع. بالنسبه لقضيه التحقيق عنده المهله ديال 18 شهر يستند فيها المتهم ويستند فيها المشتكي ويستند فيها الشهود، ولا كانت كاميرات ولا كاين شيء اللي يصب داك الشيء كامل. هي عنده مهله 18 شهر خاصو يحقق في الملف. ومن بعد باش نختم معاك لانه عاد الوقت معطل وحنا راه هذا الشيء جا غير هكاك. ومن بعد ما سمعنا على انه هذاك الفنان تحكم بست سنين، والمحاميه قالت على انه ماشي محاميه ديالو ولكن شي محامون ولا شي قال لك على انه ما خصوش يدير الاستئناف لانه عنده 10 ايام باش يدير الاستئناف. لو دار الاستئناف ربما انه يقدر الحكم يتزاد عليه. واش ديك 17 شهر اللي خطه في 2016 محسوبه في هذا الحكم ولا ما محسوبه؟ لا هو بيصير محسوب. هذيك المده كامل اللي كانوا القطبان محسوبه ما فيها كلام. اضيف الى ذلك اخر القضيه ديال الاغتصاب هون وضرك واحد القضيه. ضرك الى راجل خبط مرته لا بطه كانوا بكري كتفوق ضرك عنده 24 ساعه تنفذ فيه. كانوا بكري يخلوه وينكيتو تجي مره وثنتين وثلاثه لين يتاكدوا ان ضرك عاد قانون جديد ضرورهم لي يطبقوا في 24 ساعه تدخل في اجراءات. القضيه ديال المراه هون ومس كرامه المراه ما فيه جرأة جنجر. راني عارف حتى انه الا كانت المراه حلالك وحلالك هذه الاخوان وسمحوا لي هذه كتكون حلالك وربما انه تكون هي ما عندها كانه وانت تغصب راه كيتسمى اغتصاب هذاك واخا الحلال ديالك. يلا تحياتي لك العم بوليد، نشوفك ساعة الخير. شكرا جزاك الله خير. مرحبا.